طيب هل في موضوع الهوية ده في حتّة أكبر من كده شويتين؟ اللي بتقوله عن نَفْسك خُد بالك منّه علشان بيحدد هويتك أو بيرسم خرايط في دماغك عن نَفْسك، المقارنات بتسرق هويتك الداخلية. أنت بقى دلوقتي اكتب لي في الcomments شايف هويتك إزاي؟ الحقيقة بقى الموضوع ما لوش علاقة بالصيام على قد ما له علاقة بأنت راسم عن نفسك إيه، فاللي بيقول لك أنا دايمًا عصبي، اللي بيقول لك أنا دايمًا شاطر، اللي بيقول لك لا أنا بالي طويل، اللي بيقول لك لا أنا واسع الأفق، اللي بيقول لك أي صفة عن نفسه، فدي بالنسبة لك لابد إنك تفهم إنه دي جزء من الهوية بتاعته. عشان كده كنا بنقول دايمًا إنه اللي بتقوله عن نفسك خُد بالك منه علشان اللي بتقوله ده بيحدد هويتك أو بيرسم خرايط في دماغك عن نفسك، ودي حتّة هنتكلم فيها فيما بعد. أنت بقى دلوقتي اكتب لي في الcomments شايف هويتك إزاي؟ إيه بقى إيه هي حقيقتك؟ أنت بتعرّف نفسك إزاي؟ ده مهم أوي. عايز أروح معاك كمان لحتّة تانية بعد ما عرفنا حتّة الهوية دي اللي دلوقتي تأهّلنا إن إحنا نتكلم عن إنه المقارنات بتسرق هويتك الداخلية. مقارنات لمّا بتسرق هويتك الداخلية بيبقى مقصود بيها